شنطة بسيطة للعيد هتفرح بنتك أكيد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله إني أحبكم في الله. النهاردة هننفذ بإذن الله شنطة كده بسيطة للعيد الكبير، هتفرحي بيها بنتك جدا، وبسيطة وخامتها كلها غير مكلفة. أنا كده جبت قطعة خيش طبعا بالمقاس اللي انت تحبيه، حجم الشنطة ونفس قطعة الخيش هي نفس القطعة ديت من قماش الشنط بتاع التسوق، اي لون. بس انا فضلت ان انا اعملها بالابيض لان برضو الخيش بيشف شوية بسبب الثقوب اللي بتبقى فيه، فحبيت ان اللي يظهر فاتح مش غامق. هبدأ ان انا باستخدام مسدس الشمع ان انا الزق القطعتين كده فوق بعض. وطبعا انا سايبه ليكي مقاس الشنطه اختياري، المهم ان طبعا تشوفي الحجم المناسب اللي انت عايزه تعمليه لبنوتك. هبدأ ان انا اساوي كل الحروف وكلها الزقها من الاربع جوانب باستخدام مسدس الشمع. وطبعا اللي هيسأل على مكان الخيش، عندك حلين: اما ان انت تجيبي شكارة من عند العلاف وتغسليها وتكويها وتبقى متينة جدا كمان غير اللي بالمتر، او انك تجيبيه بالمتر زي ما انا مستخدماه كده. في منه نوعين وفي منه 3 انواع على حسب الخيوط اللي فيه والنسيج بتاعه بيفرق السعر. بس هو سعره رخيص وبتجيبيه من عند بتوع تنجيد الانتريهات. هنبدأ بقى ان احنا بعد ما لزقنا كده القطعتين في بعض، هبدأ ان انا اتني الشنطة واخلي الجزء اللي انا هعمله قلاب هو ده اللي انا بس هسيبه مش هلزقه. هبدأ كده ان انا اقلبها واتني. طبعا انا هستخدم هنا مسدس الشمع في اللزق، لو حابة انك تخيطيها تمام، بس برضو الشمع مع الخيش بيلزق حلو قوي. بس لو حابة انك تأكدي عليها بالخيط دي حاجة ترجع لك. انا بجيب لك حاجة سريعة وفكرة بسيطة وما تاخدش منك مجهود، وفي كمان ناس مش عندها مكنة خياطة فالموضوع ده هيبقى بالنسبة لها اسهل من الخياطة. هبدأ كده ان انا الزقها من الجنبين كويس بالشمع واتأكد انها نشفت كويس. وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها على الناحية التانية. ما تخافيش خالص وانتي بتقلبيها، مش هتفك ولا اي حاجة، هتتقلب معانا بكل سهولة كده. فكرتنا النهاردة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، والنتيجة هتفرح بنوتك جدا جدا ان شاء الله. تابع معايا للنهاية، ولو عجبك الفيديو في الاخر ما تنسينيش باللايك وتعليق حلو كده يشجعني ان انا انزل افكار تانية للعيد والغير العيد. هبدأ كده ان انا الزق بقى الجزء اللي عندي ده، اتنيه لجوه. طبعا ده مكان التانية اللي انا تنيتها من جوه، اكملها كده منها هتديني نظافة كمان للقلاب اللي انا هعمله للشنطة. باستخدام الشمع برضو، كله النهاردة شغلنا كله بالشمع فقط، مش هستخدم حاجة تاني غيره. وتقدري كمان تعملي فكرة الشنطة دي مشروع، هيبقى مشروع مربح جدا معاكي ان شاء الله. انا كده هي خلصتها زي ما انتم شايفينها من جوه نضيفة ومن بره ادي القلاب. هبدأ بقى ان انا اجيب قطع خيط مكرمية اي لون طبعا، بس انا هنا هستخدم الابيض عشان يبقى ماشي مع الخروف اللي انا هحطه على الشنطة. انا هعمل شكل خروف كده عليها. وهبدأ ان انا اقص قطعة كده متساوية من الخيط ده حوالي 20 سنتي طول القطعة، وابتدي ان انا اقسمها نصين والزقها كده على حرف القلاب اللي انا عاملاه من جوه. هبتدي ان انا ارصهم كده جنب بعضهم كلهم. جبت لكم النهاردة فكرة جديدة وبسيطة جدا وسهلة التنفيذ. وكمان بدل ما تشتري شنطة لبنتك تقدري انك تنفذيها بايدك. انا كده خلاص خلصت اهو الخيط وكمان فكيته هيبقى معايا بالشكل الجميل ده. هبدأ بقى كده ان انا اساوي الزيادات اللي موجودة في الخيط يبقى كلها سوا واحد. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب قطعة فوم طبعا بني او اسود، دي راس الخروف، وهبدأ ان انا اقصها شكل بيضاوي كده. برضو الحجم على حسب ما انت عايزاه تقدري انك تنفذيه، الحجم الراس اللي انت عايزاها تكون مناسبة مع حجم الشنطة اللي انت عملتيها. هبدأ بقى كده ان انا الزقها كده على القلاب اللي انا عاملاه من فوق بس، مش هاجي جنب الخيط خالص. ونكمل بقى بقية راس الخروف. هنبتدي ان احنا نجيب قطعة فوم ابيض ونبتدي ان احنا نرسم عليها كده زجزاج كده اللي هي شعر الخروف او قصة الخروف من فوق بطريقة عشوائية كده. وبعد كده هبتدي ان انا افرغها واقصها واحطها من فوق، هتدي معانا الشكل راس الخروف كده. ابدأ بقى ان انا اجيب بعد كده قطعة فوم برضو ابيض وابتدي ان انا اقص منها العين برضو شكل بيضاوي كده، انا مجهزاهم اهم. هبدأ برضو ان انا الزقهم. لحد هنا فكرتنا سهلة جدا والله ما خدتش وقت خالص الشنطة دي، والنتيجة هتعجبك جدا في الاخر. مش هتصدقي ان هي انت اللي عاملاها كأنها جاهزة. وتقدري كمان تعرضيها لأي محلات ممكن تنفذي منها كميات ويبقى معاكي مشروع مربح قبل العيد. كمان اهو عملت الجزء الاسود اللي في العين، وكمان هحط كده البق مبتسم. قصيت برضو حتة فوم ابيض. وهبدأ بقى بعد كده اعمل ايه كمان، نشوف احنا هنقفلها بايه.
بصراحة ما حبيتش اقفلها بالكوتشي لان الكوتشي كان هيعاكس وهيشد الخيوط اللي انا عاملاها في الشنطة دي. انا هنا استخدمت كده دبوس بلاستيك من بتاع الكروشيه، بيتفتح ويتقفل، وتقدري تستخدمي كبسولة مغناطيس، بس بصراحة انا ما كانش عندي، بس الحاجة المتوفرة عندك. ابتديت اجيب 6 خيوط كده، وابتديت ان انا اجوز كل اتنين مع بعض وهعمل ضفيرة اللي هي هتبقى ايد الشنطة. تربطيها من فوق ومن تحت كده عشان احنا هنلزقها كده زي ما هي، وتبقى ليها شرشبتين من الجنب كده. ابتدي برضو باستخدام الشمع ان انا ألزقها كده كويس من على الجنب. وتقدري برضو ان انت تثبتيها بخيط ويكون افضل بالنسبة للايد، بس انا بوريكم الفكرة، وطبعا تقدروا انك تعدلوا فيها زي ما انتوا عايزين. هي بتبقى شنطة بسيطة لمناسبة بسيطة، مش حاجة هتبقى متوفرة في كل الاوقات يعني، لان احنا بنعملها حاجة خاصة بمناسبة العيد الأضحى. وهتكون ملائمة جدا للأجواء وللجو العيد. طبعا أنا نفسي تقولولي ايه الحاجة اللي أنا نسيت أعملها، علشان أنا افتكرتها بعد كده في الآخر. فهتشوفوها لو عرفتوا هي ايه في التعليقات اكتبولي، عقبال ما اوصل لها ان شاء الله في اخر الفيديو. احنا واحنا بنعمل بصراحة ساعات الواحد بينسى حاجات كتير، وبنكون بنصور ومش واخدين بالنا، بس الحمد لله لحقت الموقف وعملت الحاجة اللي كانت فاضلة دي. يا ريت اللي عارف الحاجة دي يقول لي عليها في التعليقات ما ينساش. انا هنا كده لزقت لولي كمان للعين، وحطيت فيونكة طبعا عشان عملت دي شنطة البنوتة تقدري تستغني عنها. هو ده بقى، كنت قصة الودان على جنب ونسيت ان انا الزقها وانا بلزق راس الخروف. بس انا ببص جنبي كده لقيت الودان، ولقيت نفسي خلصت الشنطة. حسيت ان في حاجة ناقصة، ابتديت ان انا بقى الزقها الحمد لله. هتكمل معانا الشكل النهائي لشكل راس الخروف. طبعا تقدري تحطي الفيونكة دي او تشيليها، بس بما ان دي شنطة والبنوتة حبيت ان انا ادلعها كده ونخلي الخروف شكله كيوت وعسول. دي الشنطة النهائية خلصت كده، وادي الايد بعد ما اتركبت، وبكده الشنطة تكون خلصت معايا. لكن افكاري ما خلصتش معاكم النهاردة، لان حبيت اعمل حاجة جميلة كده مع الشنطة، زي هدية برضو تكمل الاجواء بتاعة العيد ده للبنوتة. ان انا هعمل لها زي سلسلة او عقد كده برضو من نفس خيط الخيش، تلبسها مع الشنطة. فكرة بسيطة وسهلة ومش هتاخد منك وقت خالص. هنضفر بس هنا المرة دي هنضفر مفرد مش مجوز، الطول اللي انت عايزاه للطوق اللي هتعمليه. هتضفريها كلها كده وتربطيها برضو من الجنبين. وهبدأ ان انا اجيب القطع الحلقات الصغيرة اللي بتبقى موجودة في الاكسسوارات وشغل الاكسسوارات، او الميداليات، او لو عندك ميدالية قديمة تقدري تاخديهم منها الحلقات دي. هبدأ كده ان انا افتحها وادخلها كده في الخيط من الجنبين، من العقدة دي ومن العقدة دي، عشان اركب فيها بعد كده الجزء اللي انا اقدر ان انا اطول منه او اقصر منه الطوق او العقد للسلسلة. طبعا لو مش متوفر عندك تقدري انك تربطي خيط على طول على حسب المقاس بتاع رقبة البنت او الطول اللي انت عايزاه للعقد. هبتدي ان انا بقى ادخل كده خيط خيش جوه الحلقتين دول. وابتدي ان انا اعقد عند الحته اللي انا حاسه ان هي كده طولها هيبقى مناسب بالنسبه للبنوته اللي هتلبسه. وبكده هتكون الطوق كده سهل وخلص معايا، ما خدش مني اي وقت. بس فاضل ان انا التزيين اللي خاص بالعيد اللي انا هعمله عليه، وهو برضو ان انا هبتدي ان انا اعمل راس مصغره لنفس الراس اللي انا عملتها للخروف اللي في الشنطه. هبتدي ان انا بس كده انضف الزيادات والعقد دي. كل ده طبعا زيادات، وطبعا ده الخيش هتحسي انها كده حاجة في الكلور كده، مش اكسسوار بمعنى ان هو سلسلة او معدن او كده، لأ. هبدأ بقى كده ان انا اجيب الراس اهي برضو بيضاوي كده، وابتدي ان انا الزقها كده من النص على السلسلة اللي انا عاملاها او العقد. وبعد كده نبتدي بقى نركب الودين مش هننساهم، وراس الخروف البيضة اللي هي الشعر بتاعه. هتبتدي تحسسنا ان احنا عملنا نسخة مصغرة لنفس الخروف اللي احنا عملناه في الشنطة. بس هنا بقى مش هستخدم عين من الفوم. انا هنا عندي العين البلاستيك دي، ودي بتتباع في اي محل خردوات. ابدأ ان انا الزقهم كده، هتدي حركة معايا كده وتدي برضو شكل جمالي للاكسسوار اللي انا عاملاه للعيد. وكده مش فاضل غير الفم، ان انا برضو هقص كده قطعة بيضة صغيرة وابتدي ان انا احطها. وبكده تكون الفكرة التانية خلصت، اللي هو الطوق اللي عملناه مع الشنطة. فكرتين النهاردة سهلين جدا وبساط جدا وما كلفونيش اي حاجة. ولو افكاري عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا لو مش مشتركين في القناة عندي، ولو مشتركين حطولي تعليق حلو كده زيكم. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.